في حاجة غلط، في حاجة كبيرة غلط، في حاجة كبيرة غلط ومش طبيعية بتحصل في النادي الأهلي. امبارح كسبنا سموحة والماتش اللي قبله كسبنا. تمام، أنا مش معترض. فريق بيكسب، بس بيكسب 1-0. يعني أنت متخيل إن فريق القيمة التسويقية بتاعته، تمن اللعيبة بتاعته، معدي ال40 مليون دولار، بيكسب 1-0. يعني انا عايز اعرف ايه الفرق ما بين مستوى الاهلي السنه دي ومستوى الاهلي من 2014 2015 2016 2017 2018. ايه الفرق ما بين دلوقتي واللي بيحصل دلوقتي وما بين ال5 سنين ولا ال6 سنين العجاف اللي احنا كنا بنعانيهم بعد ابو تريكة، بقى الله يمسيه بالخير، ما اعتزل بعد ابو تريكة، وفي ايده بقى متعب وبركات وسيد معوض. يعني ايه وائل جمعة بعد ما الجيل الذهبي للأهلي اعتزل وبطل كورة، قعدنا كده احنا حوالي 6 سنين تحس ان الأهلي تايه، تحس ان الأهلي مش موجود. ورغم ال6 سنين دول ما كناش بنكسب 1-0. يعني ما كنتش بتكسب 1-0، كنت عادي بتتغلب ماتشات، بتتعادل ماتشات، بس في ماتشات كنت بتلعبها وبتاخد. يا راجل ده احنا في دوري خدناه بعفروتو وشهاب الدين احمد، اللي هو بعد ما خدوا الدوري ده بطلوا كوره على طول. يعني عفروتو اللي ما اعرفش راح فين وشهاب الدين احمد اللي ما اعرفش راحوا فين، خدنا بيهم دوري. والفريق اللي ثمنه 40 مليون دولار بيكسب سموحه بالعافيه 1-0. ده هزل، ده هزل والله. يعني انت عندك بن شرقي مليون ونص دولار، تريزيجيه 3 4 مليون دولار، امام عاشور مليون ونص ولا 2 مليون دولار، بن رمضان 2 مليون دولار. ايه يا جماعه؟ ايه؟ المهاجم الجديد اللي جه مليون دولار، زيزو 2 مليون دولار. وفي الاخر عشان اكسب 1-0؟ يعني انا جايب اللعيبه دي كلها وبدفع الفلوس دي كلها عشان في الاخر ابقى بكسب 1-0؟ طب على الاقل علي علوكا واشرف كوخه كانوا بيكسبوا بالثلاثه وبالاربعه واتنينات وما كانوش بياخدوا الفلوس دي. ده الواحد فيهم كان مرتبه 10000 جنيه ووجبه. يعني وما كانوش بيدوهم عربيات، ممكن كانوا بيطلبوا لهم اوبر تقريبا او بيجيبوهم في تاكسيات مواصلات كده يعني. لكن انا ابقى جايب الليله دي كلها وجايب اللعيبه دي كلها عشان في الاخر يبقى ده المستوى بتاعي؟ لا، احنا كده بنهزر، ده هزار ده. ما هو ده مستحيل يبقى طبيعي، مستحيل يبقى طبيعي. في حاجه غلط، اذبحوا حاجه. طيب يعني اذبحوا حاجه على باب النادي او غيروا كابتن محمود. انا عايز افهم ايه المبرر ان فرقه ب 40 مليون دولار تلعب فرقه ب 2 او 3 مليون دولار وتبقى بتكسبها 1-0 بالعافيه. اديني مبرر. انا بقالي فتره ما بعملش فيديوهات لان انا شايف ان مفيش حاجه تتقال، وما عنديش شغف حتى ان انا اشوف الماتشات بتاعت الاهلي. والله الواحد وصل لمرحله من الزهق والملل والقرف من العقم الكروي اللي هو بيشوفه. ايه القرف ده؟ ايه الخرا ده؟ ايه اللعيبه اللي ما عندهاش دم دي؟ وايه الاداره اللي مش حاسه باي حاجه؟ يعني مش حاسين باي حاجه. وتوزيع الفلوس غلط، الفلوس بتدفع في اماكن غلط والله وفي لعيبه غلط. قلناها مره واتنين وتلاته وهنقولها المره المليون. بروح اشتري 2 جناح يمين ما بيلعبوش اصلا برجلهم الشمال، بروح اجيب باك شمال ما بلعبوش، بيبقى عندي باك شمال كريم الدبيس بمشيه، بيبقى عندي علي معلول بمشيه. طيب على اساس ايه؟ يعني هل مثلا ده انت جبت مدرب ناوي يبني فرقة ومدرب عنده فكر كروي خطير، مدرب يعني ليه خبرة كده وليه اسم وبياخد فلوس كويسة، فهو قال مشولي دول وانا عايز البدايل دي، فاحنا جبنا البدايل دي فبقينا عاملين شكل لطيف كده وبدأنا بقى نبني فرقة، ولا احنا بنعمل ايه؟ طب هل انا صعدت الناشئين مثلا وقلت والله يا جماعة الموسم ده مفيش بطولات، انا عشان ببني فرقة جديدة وهجيب لعيبة ابني عليها واطلع كام واحد من الناشئين يلعبوا؟ يعني الناشئ الوحيد اللي كان عندك كويس مشيته طلعته اعارة. جبت السنة اللي فاتت احمد رضا، وجبت مش فاكر اسمه ايه، يعني ما علينا، اللعيب اللي رجع تاني المصري ولا راح الاسماعيلي ومتألق وتمام. كان عندك احمد القندوسي ومشيته وتألق وتمام. ليه كل اللعيبة
بتيجي الاهلي تخيب بتمشي من عندك بتبقى كويسه. يعني ليه الفرقه كلها ما فيهاش غير امام عاشور؟ ليه اللعيبه ما عندهاش دم؟ ليه الاداره مش حاسه بالمسؤوليه؟ ليه مش شايفين ان الوضع اللي فيه فريق الاهلي والاحتياطي بتاع فريق الاهلي واللعيبه الناشئين وكل لعيبه الكوره اللي في الاهلي وضع ما ينفعش وما يليقش باسم النادي الاهلي ولا يليق باكبر نادي في افريقيا ولا بيليق بحجم البطولات اللي انتم المفروض بتشاركوا فيها؟ ليه كل حاجه عادي وكل حاجه خبر خير؟ يعني اتغلبت من باتشوكا بضربات الجزاء وضيعت السوبر المصري بضربات الجزاء، ولا السوبر الافريقي ضيعته قدام الزمالك بضربات الجزاء، وكل مره بتلعب الاهلي بيلعب ضربات جزاء ولا منتخب مصر بيلعب ضربات جزاء بتضيع البطوله او بيضيع او بيضيع الحاجه اللي انت مشارك فيها. ليه؟ طب ما بنتدربش بقى على ضربات الجزاء؟ ما بنعرفش نحدد اللعيبه اللي بتشوط ضربات الجزاء؟ يا جماعه ده الجون 6 متر يا جماعه. في كل حاجة تحس إن في استهبال وفي انعدام مسؤولية، في انعدام مسؤولية. مش حقد والله العظيم ولا بنبص لحد، بس لعيبة الكورة دي ناس بتاخد فلوس عشان تبقى كويسين. يعني أنت بتاخد فلوس عشان تاكل كويس وتتدرب كويس وصحتك تبقى كويسة وتبقى بتعمل إعلانات وليك جماهيرية وليك شعبية وبتمارس هوايتك المفضلة اللي هي لعب الكورة. يعني انت بتقبض عشان تلعب وتتمرن مش عشان حاجة تانية. بتقبض عشان تلعب وتتمرن، يعني بتقبض عشان ترفه عن نفسك. ايه مشاكلكم في الحياة؟ ليه مش قادرين تدوا؟ ليه لعيبة الاهلي مش عارفة تباصي؟ ليه لعيبة الاهلي مش عارفة تشوط؟ ليه لعيبة الاهلي مش عارفة ترفع؟ ليه لعيبة مصر كلها مش قادرة تعمل ده؟ ما هو فهمونا يا جماعة. ليه الكرة في كل حتة تانية بتتطور وعندنا لأ؟ ومش هينفع ان انت تتكلم عن فشل منظومة من غير ما تتكلم عن الفشل في اكبر مؤسسة فيها. ماشي، احنا صعدنا اول مجموعة في دوري ابطال افريقيا وبدأنا نبقى ماشيين كويس في الدوري والاهلي بيكسب. بس مش ده الاهلي. ما هو مش منطقي لما 40 مليون دولار، يعني انا افتراضا هعمل مشروع، واحد عامل مشروع ب 40 مليون دولار وواحد تاني عامل مشروع ب5 مليون دولار. مش طبيعي الاتنين يبقوا بيكسبوا زي بعض، مش طبيعي يبقوا الاتنين قادرين ينافسوا بعض. ده كده اهدار. ابو 40 مليون دولار ده في عنده اهدار، في عنده مشكله في المنظومه بتاعته. المنطقي ان ابو 40 مليون دولار ده يبقى بيكسب قد ابو 5 مليون دولار 8 مرات. 8. يبقى الاهلي المفروض يغلب سموحه 8-0. ده اللي العقل بيعمله، وده اللي بيحصل لما بنلاعب فرقه كبيره. يعني الاهلي لما بيلاعب فرقه اوروبيه بنشيل قبح عادي واحنا متقبلين لان فرق الامكانيات. ريال مدريد لما غلبك 4-1 تمام، ده ريال مدريد. شوف لعيب واحد من عنده بتمن فرقه الاهلي كلها. برشلونه لما غلبك 4-0 في 2006 ولا في 2008. برشلونه لما مصر اتغلبت من البرازيل 4-3 عملناها فرح واعتبرنا ان احنا كسبنا الماتش دي البرازيل. فرق الامكانيات وفرق الخبره وفرق القدرات. طبق لي بقى الفرق ده على الدوري المصري، على الدوري المحلي بتاعي. المفروض يبقى في فرق في الاداء. المفروض الناشئين بتوع الاهلي ينزلوا يحطوا على اي فرقه في الدوري عادي او يا عم يتعادلوا معاها. لكن اللي احنا بنشوفه ده هزل، هزل والله العظيم. وما تعرفش مين مسؤول ولا تكلم مين ولا تتناقش مع مين. حاجه تقرف، حاجه تقرف بجد. ماتشات الاهلي بقت قرف. بتجيب مهاجمين ما يعرفوش حاجه عن الكوره، بتجيب مدافعين ما يعرفوش حاجه عن تمركز ولا عن باص ولا ازاي يلعب كره لقدام ولا ازاي يستخلص كره صح. بتوقف حارس مرمى منتهي من 2022 ولا من 2021 عافيه. بتجيب صفقات ملهاش لازمه. مين طيب مين يا جماعه يتحاسب على الكلام ده؟ مودست مين يتحاسب على فلوسه؟ ما هو فهمونا. هو مش النادي ده بتاع البلد؟ يعني النادي ده المفروض بتاع البلد. اللي بيحصل بقى ده والفلوس اللي عماله تترمى في لعيبه ما بنستفدش بيها دي. طب يعني محمود متولي مثلا لعيب كان جامد ومميز وكل حاجه، بس نصيبه ان الاصابات كانت ملحقاه استحملناه قلنا ماشي، ولعيب في وسط 30. لكن الوضع الحالي بقى ايه؟ اشرف داري ده استحمله ليه؟
ما سالتش على الهيستوري بتاعه في الاصابات ليه؟ ليه لعيبه الاهلي اصلا بتتصاب؟ يعني انت عندك واحد زي زيزو ده ما اعتقدش انه جاله دور برد في حياته، لا هو ولا امام عاشور، بيجوا عندي يتصابوا ليه؟ ما انا اكيد عندي حاجه غلط. هيقول لك اصل ارضيه ملعب التتش. ما تغير ارضيه ملعب التتش يا عم، اعتبرها صفقه. يعني اعتبر ارضيه ملعب التتش دي صفقه. اصل ارضيه ملعب التتش تجديدها وتظبيطها وتظبيط المدرج كله مش هتصرف مليون دولار واحد بتمن اقل صفقه انت جبتها وقعدتها ومشيتها وما استفدتش منها. رحت جبت مهاجم انا لغايه دلوقتي اسمه مش راضي يركز في دماغي، ومشيت جراديشار. مع ان جراديشار مجرد ما بدأ ياخد فرصة كان بدأ يقول شوية، وفرق ايه عن جراديشار؟ يعني ليه هدفع فلوس في واحد لما هو هيدي لي نفس الاداء بتاع اللي عندي، لا واقل. زيزو ادالي ايه اكتر من طاهر محمد طاهر يعني؟ محمد علي بن رمضان ادالي ايه احسن من قفشه؟ احمد زي الحاج احمد، والله والله كله هزل وكلها محصله بعضيها. يبقى احنا ليه ندفع الفلوس دي؟ خليكوا افتحوا فروع واعملوا استثمارات واعملوا الاهلي ستور وخلاص، ومشوها بقى باللعيبه بالحب. يعني انا بقول لك علي علوكه واشرف كوخه فمن الفتره من 2014 ل 2019 كانوا بياخدوا دوري وبياخدوا كاس وفي 2 نهائي افريقيا لعبناهم وخسرناهم، وكانت اللعيبه كلها على بعضيها يعني تمن لعيبه الاهلي كلها على بعض ما كانش يكمل 3 4 مليون دولار. احنا لغايه فتره قريبه مع موسيماني لما دقينا الهلال السعودي 4 كان الهلال السعودي ب 40 مليون دولار اللي هو القيمه التسويقيه بتاعت الاهلي دلوقتي، ووقتها كان الاهلي ب 11 مليون، وانت واخد دوري ابطال افريقيا وبتلعب كاس عالم للانديه للمره الثانيه على التوالي. فايه يا شباب؟ او خلونا قولوا لنا بطلوا تتفرجوا على الاهلي دلوقتي، او بطلوا تشجعوا كوره. ما زي ما كان رامي ربيعه كده بيقول لنا والله اللي مش عاجبه ان انا بلعب ما يتفرجش على الاهلي، النادي بتاع ابوه. فهو النادي بتاع ابوه، النادي بتاع كابتن الخطيب وبتاع كابتن حسام غالي، واحنا مش مهم، احنا يتحرق دمنا عادي. ومش عارف الناس اللي بتدافع عن الاداره وبتدافع عن منتخب مصر واداره منتخب مصر انتوا شايفين ايه احنا مش شايفينه؟ يعني يا ريت الناس تخش كده في الكومنتات تكتب لي انتوا شايفين ايه انا مش شايفه، شايفين ايه يدعو للتفاؤل. انا اول فيديو عامله في الموسم ده لما تعادلنا في اول ماتش في الدوري قلت موسم صفري، قلت ده الموسم اللي احنا هناخد فيه صفر كبير قد دماغنا. طيب وبعدين بقى اللي جاي ايه بعد الموسم الصفري؟ هل انا بحضر؟ هل انا بجيب لعيبه كويسه؟ هل انا بفهم المدرب محتاج ايه وبجيب له اللي هو عايزه؟ هل المدرب اللي عندي اصلا فاهم؟ الوضع في الاهلي يا جماعه غير مبشر. الوضع في الاهلي حاليا ان احنا كل ما مستوانا بيسوء بنروح نعمل صفقه كيديه نضحك بيها على الجماهير وخلاص على كده. انسحبنا من ماتش الزمالك في الدوري السنه اللي فاتت بلا مبرر. طب هل مطالبك اتنفذت؟ لا. طب هل معاك ما يثبت او يدين اتحاد الكوره؟ لا. وصمة عار في تاريخ النادي الاهلي. يعني انا طلعت دافعت عن الاداره بشكل مستميت، قلت مستحيل اداره النادي الاهلي هتنسحب من ماتش زي ده الا ومعاها ورق يودي الدنيا كلها في داهيه، والفيديوهات كلها موجوده على القناه القديمه. بس في الاخر طلع ان مفيش، كانت مكالمات تليفون ورسائل واتساب. يعني احنا مش عايزين نفتح في القديم. وفي الاخر نتمنى كالعادة التوفيق للنادي بتاعنا اللي احنا بنحبه وبنشجعه ونفسنا ان احنا نشوفه في احسن وضع وفي احسن صورة وفي احسن حال وخير. ويا ريت الناس تقول في الكومنتات رأيهم ايه، شايفين ايه حل المشكلة القائمة حاليا في النادي الاهلي، ايه حل النتائج اللي زي الزفت، ايه حل الاداء اللي زي الخرا. قولوا لي. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. وبنختم دايما كلامنا بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. السلام عليكم.